ازيكم؟ تعالوا بينا نكمل الحدوتة ونشوف البنوتة وصلت لحد فين. البنوتة الصغنونة بعد طبعا ما اكتشفت كل الحاجات دي، وانا فعلا قصدي انها بالرغم انها كانت داخلة على 40 لكن لسه صغنونة، ما كانتش عارفة تاخد بايد الطفلة اللي جواها وتكبرها معاها. زي ما قلنا كانت لسه عايشة بتنقد في نفسها، بتلوم في نفسها، بحاسة بالذنب وبالعار تجاه تقصيرها في حاجات كتيرة في حق اللي حواليها وحق نفسها. وكمان كانت لسه عايشة في المقارنة، مش عارفة تخرج براها. ده حتى وأقول لكم ما بيني وما بينكم بدأت تتعلم وتبقى كوتش وتبقى شاطرة، ولسه برضه بتقارن ولسه شايفة نفسها في شطارة اللي حواليها، وما هياش برضه عارفة وواثقة من إمكانياتها وقدرتها على إنها تعطي الشيء اللي هي فعلا شاطرة فيه. شافته برضه لسه بسيط، ما كانتش عارفة إن وهي في رحلة تغييرها أصلا إنها تقدر تتغير في العمر ده، من ربة منزل لحد بيدير عمل بيأثر في اللي حواليه، بيعمل حركة تغيير حقيقية، بييسر اللي حواليه حتى التغيير اللي احنا في بعض الأوقات بنشوفه صعب جدا ومش سهل نخرج من الكومفورت زون اللي بنكون فيها. كل ده هي ما كانتش شايفاه، ما كانتش حاساه، كانت شايفة إنها محتاجة تعمل حاجة تعمل بيها حاجة بوم وواو. ما كانتش شايفة إن مجرد مكالمة تليفون، قاعدة حلوة مع أصحابها، قاعدة وسط أسرتها وهم شايفين التغيير بعينهم، شايفين إزاي بقت البنوتة أكتر مسؤولية، أكتر التزاما مش إلزاما، لأن الإلزام في قيود، الإلزام بنلزم بيه نفسنا علشان الخوف اللي بنبقى خايفينه، بنلزم نفسنا بأمور علشان خايفين من نقد اللي حوالينا، خايفين من نكون من التقصير وما نعملش اللي علينا. لكن الالتزام إن أنا عارفة أنا دوري إيه، محتاجة أعمل إيه وهلتزم بيه، زي بالظبط ما كل يوم بنغسل سناننا الصبح. المهم وعشان ما أطولش عليكم في الفيديو ده، هنكمل حدوتة البنوتة المرة اللي جاية. تابعوني وخلوكم معايا.